الإعلامي شادي عيسى أكد إن المهندس ممدوح عباس وفى بوعده مع زيزو وصرف له كل الفلوس المتأخرة ليه عند الزمالك، وإنه خلال أيام لما يتم إعلان التجديد هيصرف لزيزو المقدم بتاع عقده الجديد. أكرم توفيق من ضمن اللعيبة اللي عقودها بتنتهي مع الأهلي بنهاية هذا الموسم. في كلام إن الزمالك دخل في مفاوضات مع أكرم توفيق بحيث يرفع السعر على الأهلي. إزاي يا باشا؟ دلوقتي أكرم توفيق طالب من الأهلي إنه يمضي 3 سنين ب50 مليون. الزمالك عرض عليه 60 مليون في 3 سنين، يعني 20 مليون كل سنة. أكرم توفيق هيروح يقول للأهلي نفس الكلام، يقول لهم الزمالك عارض عليا 20 مليون في السنة. ليه؟ عشان يغالي على الأهلي زي ما الأهلي غالى على الزمالك في موضوع زيزو. ازاي؟ زيزو برضو نفس الموضوع، الأهلي دخل في مفاوضات مع والد زيزو عشان خاطر يعلي السعر بتاع توقيع زيزو للزمالك. طبعا اللعبة دي بيلعبها الوقت الكابتن حسين لبيب زي ما كان بيلعبها قبل كده مستشار مرتضى منصور مع الكابتن محمود الخطيب او مع المهندس محمود طاهر. دي لعبة بين الاهلي والزمالك معتادين عليها دايما كل فترة انتقالات، ان دوت يغلي على دوت عشان دوت فلوسه تخلص ويبقى الدنيا تمام. طبعا عرفنا كلنا ان في مفاوضات بين الزمالك وبين عمرو ناصر مهاجم نادي فاركو، لكن دلوقتي السؤال، مستر جروس طلب فعلا مهاجم، ولكن مستر جروس عايز مهاجم اعلى من الكواليتي اللي موجود عندك. انت دلوقتي عندك ناصر منسي والجزيري وحسام اشرف وعندك عمر فرج. طب هل عمرو ناصر افضل من كل دول، ولا انت عايز كواليتي اعلى من الكواليتي اللي عندك؟ عموما اللاعب معروض على مستر جروس وهنشوف رأيه. حابب اقول لحضراتكم على حاجة، بس يا ريت محدش يقلق. مجلس الإدارة هيعلن عن الصفقات بتاعة يناير. هو هيجيب صفقات بس الإعلان عنها هيكون في آخر الوقت، ربما يكون في فبراير. ليه؟ عشان انت كمشجع ترضى قليلك. ازاي؟ يعني انت تقول الحمد لله ان احنا جبنا صفقات اساسا، لكن لو جبت صفقات من دلوقتي ولسه بدري هطموحك. الزمالك هيدخل النهاردة بإذن الله في معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصري يوم الأحد. المباراة هتكون يوم الأحد إن شاء الله الساعة 6 مساء، والمباراة زي ما قلت لحضراتكم مذاعة على قنوات اون تايم سبورت عشان خاطر اللي معندوش قنوات بين. الفريق إن شاء الله هيتوجه صباح اليوم السبت إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، وهيتم فتح المران لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة فقط للتصوير. وإن شاء الله في تمام الساعة 1 ظهرا هيتوجه مستر جروس ومعه كابتن أمير عزمي مجاهد وكابتن عمر جابر علشان المؤتمر الصحفي للمباراة، وهيتم إن شاء الله المران الختامي في تمام الساعة 6 مساء من اليوم السبت لوضع اللمسات الأخيرة وإتمام التشكيل وخطة اللقاء. في كلام طبعا إن الزمالك كان بيفاوض عمرو قلاوة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، وإن الكلام دلوقتي إن نادي سموحة دخل في المفاوضات. أنا عايز أقول لحضراتكم إن سيراميكا كليوباترا ممكن تبيع لسموحة بسعر أقل من نادي الزمالك عشان خاطر هم حريصين جدا على مصلحة نادي معين، زي ما بقول لحضراتكم أكتر من حرص رئيس النادي المعين ده على ناديه شخصيا. إعلامي جزائري اسمه خلفاوي مصطفى اتكلم إن في لاعب اسمه عادل بولي بيتا لاعب نادي برادو الجزائري، وقال إن الزمالك دخل في مفاوضات قوية مع هذا اللاعب، ولكنه قال إن اللاعب هيحترف في الدوري البلجيكي وإن طموحاته أعلى من كده. طبعا أنا شخصيا أول مرة أسمع اسم اللاعب أساسا. كابتن رضا شحاتة لاعب الأهلي السابق ومدرب حاليا بيقول إن الزمالك كل مشاكله باختصار هي مشاكل مادية فقط. وفي أخبار إن تذاكر مباراة الزمالك والمصري نفذت تماما. كابتن شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق اتكلم على كابتن عبد الله السعيد وقال عليه كلام كويس جدا، وقال إن هو ده اللاعب الوحيد اللي محافظ على ثبات مستواه رغم كبر سنه، وقال إن كابتن عبد الله السعيد يقدر يدي 2 و3 كمان في الملعب. هو بصراحة عنده حق، لأن اللاعب حاليا أما ينتهي موسم هيكون عنده حوالي 40 سنة، هيكون لسه ما دخلش في 40 سنة. يعني لو قعد 2 كمان هيعتزل وهو عنده 42 سنة. مش معجزة إلهية اللي هو يعتزل في السن دوت، في لعيبة اعتزلت في سن أكبر من كده.